السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدينا بقى سمري لتشابتر 5 ليكتشر 7 الفينول. احنا خلصنا الاليفاتيك الكحول، هنتكلم دلوقتي على الاروماتيك الكحول. الهيدروكسي اروماتيك كومباوند، يعني الكومباوندز الاروماتيك اللي عندها هيدروكسيل جروب. هيدروكسي اروماتيك كومباوند where at least one hydroxyl group attached to the carbon atom in a benzene ring. الفينول في منها مونوهيدريك يعني عنده واحدة بس OH، دايهيدريك يعني عنده 2 OH، ترايهيدريك يعني عنده 3 OH. حلو كده؟ تمام. وهنا مش هنعمل الكلاسيفيكيشن اللي عملناه في الاليفاتيك، مش هنعمل الحركة دي. احنا بس هنقول ان اللي عنده OH واحدة هو فينول او الهيدروكسي بنزين، اللي عنده 2 OH هو كاتيكول او 1 و 2 دايهيدروكسي بنزين، اللي عنده 3 هو 1 و 2 و 3 المعروف بالبرجلول او التراي هيدروكسيل. التراي ايه؟ هيدروكسيل. ركز في نقطة الموليكولار فورمولا برضو. يعني لما نيجي نكتب الراجل الطيب ده هنكتبه C6H5 على اساس فينايل ومعاها واحدة OH. هنا هنشيل كمان H، هتبقى C6H4 ومعاها 2 OH. هنا هنشيل 3 H، هتبقى C6H3 ومعاها OH all by 3. يبقى تاني فينول كاتيكول بيرجلول. ها، فينول كاتيكول بيرجلول. اوكي. الفينول، مواصفات الفينول الاول لازم تفهم ان الفينول هنا مور اسيدك، يعني احنا هنخش في صفه بقى مور اسيدك. سوليد كوروسيف، كوروسيف يعني ماده كاويه. كاركترستيك اودور، رائحه مميزه، مش حلوه، مش سويت وفروتي زي الاستر عشان الكلام يبقى واضح، يعني بس بنقول انها مميزه. melts at 43 degree Celsius. sparingly soluble in water، ضعيف الذوبان في الميه. والsolubility بتاعته increase by increasing التمبريتشر، يعني كل ما تزود التمبريتشر كل ما السولوبيليتي تزيد. تاني، كل ما تزود التمبريتشر السولوبيليتي تزيد، فبنقول completely soluble at 65 degree Celsius. تم الذوبان عند 65 degree Celsius. more acidic than alcohol، اكتر في الاسيديتي من الالكوهول. react with sodium and sodium hydroxide، بيعمل رياكشن مع الصوديوم والصوديوم ايه؟ هيدروكسيد. but it doesn't react with acids، ما بيعملش رياكشن مع الاسيدز. ثانية واحدة، ده يثبت ان هو اسيد يعني شديدة قوي، يبقى هو اكتر في الاسيديتي من الالكوهول. يبقى انا لو قال لي arrange او مين اللي قبل مين، هقول له ان الفينول اكتر في الاسيديتي من الالكوهول. هو عبارة عن بنزين كونكتد بO كونكتد بH. والنوت دي النوت المهمة اللي انا حذرتك منها في الفينول، قلت لك هتفهمها لما تقارن ما بين الفينول والالكوهول اهي. سوري، اقصد اقول في الالكوهول البوند هنا طويلة، البوند هنا قصيرة. في البنزين البوند هنا هي اللي قصيرة والبوند دي اللي طويلة. يبقى نلاحظ ان البوند ما بين الاو والاتش لونجر اند ويكر، اطول واضعف، واذا كانت اطول واضعف ده هيزود البولاريتي بتاعت الاو اتش وسهل يخسر اتش. عشان كده بنقول عليه اسيدك. ليه؟ عشان سهل يخسر اتش. easily lose الاتش بوزيتيف. يبقى الفرق بين الالكوهول والفينول ان الالكوهول الار بعيده عن الاو اتش، بعيده، مش بتحبها، بتكرهها، بتبص لها بعيد. اما البنزين قريبه، بتحبها. الكيميكال رياكشنز وتحضيرات الفينول، اول حاجه اول طريقه عندنا ايوه كول ديستراكتيف ديستليشن، يطلع كول تار. فراكشنال ديستليشن عند 35 ديجري سلسيوس، وهنحتاج الميثانول از سولفنت. نوت شبراوي ان الفراكشنال ديستليشن للفينول عند 35 ديجري سلسيوس، عشان لما يسألك عن الفراكشنال ديستليشن للبنزين عند كام والفراكشنال ديستليشن عند الاثيلين كام، تبقى عارف ان دي من الارقام اللي هنحفظها. الكلوروبنزين، يعني هنا فاكر هناك في الالكول قلنا الكايل هالايد، هنا بقى فينايل كلورايد، واخد بالك انت؟ تاني ارايل جروب كونكتد باكس اللي هو هالوجين، هنعمل لها ايه؟ هنعمل الكالاين هيدروليسيس. مهم عندي تذاكر اسم البروسيس دي، اسمها ديستراكتيف ديستليشن اللي هو تدمير الكل الكولتور. فراكشنال ديستليشن يخليها فينول. هنا هنتكلم على الالكالاين هيدروليسيس. الكالاين عشان فيها الكالي،
هيدروليسيس عشان هتفك الراجل الطيب ده. ال Na اتراكت السي ال وتركب مكانها الاو اتش فتطلع لي فينول. فتطلع لي ايه؟ فينول. نيجي بعد كده نلاقي عندنا 1 2 3 هيكسانول، طريقه كاتاليتيك ريفورمينج. شفت انا فين الكاتاليتيك ريفورمينج دي؟ في ليكتشر 5 في السايكلو، لما جاب لي النورمال هيكسان وقال لي اعملها لي بنزين. مفاجاه، انا اقدر اجيب لك برضو هيكسانول ايزو الكحول، واخد بالك انت، اللي هو ايزو هيكسانول، واطلع لك منه الفينول. اه يعني هناك الهكسان قلب بنزين، طب هكسان وعنده او اتش يبقى هكسانول يعني، فيبقى بنزين وعنده او اتش اللي هو فينول يعني، واخد بالك انت. كمان مره، الفينول بسبب الاسيدك بروبرتي بتاعته ليه اسم مهم قوي 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 قوي، بيجي من اول امتحانات 2012، الكربوليك اسيد. الكربوليك ايه؟ اسيد. كمان مره الكربوليك اسيد. طيب الفينول لما يجي يعمل كيميكال رياكشن وربنا ينفخ في صورته كده ويعمل لنا كيميكال رياكشن، برضه عنده رياكشنز على الاتش بس، عنده رياكشنز على الاو اتش بس، عنده رياكشنز على البنزين رينج كلها. فينول وصوديوم، الصوديوم هيأتاك مين؟ هيأتاك الاتش فيطلع ايه؟ فيطلع صوديوم فينوكسيد. طب ايه تاني؟ ما احنا قلنا انه اسيد يعني، طب الاسيد هيعمل ايه؟ الاسيد بيطلع اتش، فممكن يطلع لي فينوكسيد الصوديوم من الميتال بس، او يطلع لي فينوكسيد الصوديوم من الميتال هيدروكسيد. يبقى لو حطيت له ميتال هيطلع ما يعادل سولت، ولو حطيت له ميتال هيدروكسيد، ميتال هيدروكسيد برضه هيطلع ما يعادل السولت. خد بالك انت، كده طلع فينوكسيد وكده طلع فينوكسيد، في الحالتين طلع صوديوم فينوكسيد. يبقى الفينول مع الميتال او الميتال هيدروكسيد هيطلع فينوكسيد. طيب مع الهيدروكسيد it's impossible to remove ال OH، زي ما قلت لك هو اسيد، وبالتالي هو الرياكشنز بتاعته تبقى بالاتش مش بالو اتش. فلو حطينا له اسيد وهو اوريدي بيتصرف كانه اسيد، فالنتيجه نو رياكشن، بعكس الالكول، بعكس الايه؟ الالكول. ادانا ايه الفينول؟ ادانا كومباوند تاني اللي بيقول لك عليه كوينه وهو الدواء. يعني ايه؟ مش التاني كان وجع قلبنا وهو الدواء؟ التاني اللي هو تراي نيتروجليسرين في الالكوهول، طلع لي ماده متفجره بس تستخدم في علاج امراض القلب وتوسيع الشرايين. هنا بقى الفينول، خد بالك من اللقطه دي، الفينول مع النيتريك اسيد هيطلع لي تراي نيتروفينول، 2 و4 و6 تراي نيتروفينول. يا راجل ايوه، وده برضو ماده متفجره وتستخدم في علاج الحروق. يا راجل يعني ماده متفجره وتعالج القلب وعديناها، ماده متفجره وتعالج الحروق، وبتعمل يلو سكين وتفضل موجوده، يعني بتدي الجلد لون اصفر كده، اول ما يحصل حرق بيدهنوا له الصبغه دي فتحافظ على الجلد وبتفضل ماسكه في الجلد وتعمل له طبقه حمايه لحد ما يطلع الجلد الجديد، وساعتها يحصل لها كوروجن زي ما قلنا، او كرود التتاكل. دخلنا كمان ما بين 2 فينول موليكيول مع واحد فورمال دهايد، ركز كويس قوي، مع واحد فورمال دهايد، ركز كويس قوي في الرياكشن ده، او المعروف بالميثانويك، المعروف بالايه؟ بالميثانويك، فيطلع كوبوليمر للباكلايت. كوبوليمر للايه؟ للباكلايت. والرياكشن بيتم ازاي؟ الاو دي هتمشي، فنفتح بوند يمين وبوند شمال مكان الاو، ما الاو مشيت وكوندنسيشن، وهتمشي من هنا اتش عند واحده ومن هنا اتش عند واحده، والاتنين بوند دول اللي اتفتحوا واحده يمين وواحده شمال يمسكوا في الاتش اللي مشيت من هنا واتش مشيت من هنا، فتبقى كده ايديها، فاهم؟ ايديها جايه كده. ايه ده؟ كوبوليمر. يعني ايه كوبوليمر؟ يعني ده اللي هيتكرر تاني ويتعمل منه كتير عشان يدينا الباكالايت، عشان يدينا الايه؟ الباكالايت. صعبه في حاجه دي؟ لا يا سيدي مش صعبه في حاجه. وبكده يا جماعه ده ملخص الرياكشنز بتاعه الايه؟ الفينولز. شكرا ليكم جدا، الى اللقاء في سمري للكربوكسيليك اسيد، خطوتنا القبل الاخيره وهانت، وندخل على الاخيره اللي هي ايه؟ ايوه، الاسترس في نهايه الاورجانيك كيمستري. هانت يا شباب الخطوه، خدوا نفس، شد حيلك، ذاكر بتركيز قوي 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 اخر خطوتين دول، خطوه الالكهول والفينول والكربوكسيليك. بص خطوات، بص بدقه، عايزك بص بدقه، عارف كل حاجه حصلت وازاي. الى اللقاء، سلام يا شباب.